بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في مطبخ احلى الاكلات والحلويات. اليوم رايحين نديروا وصفه كما شفتوها في بدايه الفيديو، واللي هي الموسكوتشو اللي راهي نديرها حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصه في الاعراس راهي عيط العمود. كل مره يخرجوا لنا حاجه وحنا ما علينا غير نطبقوا. دونك اليوم راح نشارككم وصفتي تاع اليوم. عندي المقادير كالتالي: عندي لهنا ربع بيضات فصلتهم الصفار وحده والبياض وحده. عندي كاس نتاع زيت، عندي كاس نتاع حليب يكون سخون، عندي لهنا 2 علب نتاع فلون فاني حطيتهم في الكاس، واللي بقى عمرته سكر. يعني جبت الكاس حطيت فيه 2 علب تاع فلون فاني، واللي بقى لي من فوق كملت عمرته سكر. وشني درتو بومبي، ودرت 3 خميرة، ودرت لافاني. ونروحوا للمقادير لطريقة التحضير. نجيبوا بياض البيض اللي هو 4 بيض نديروا فيهم قرصة تاع ملح ونطلعوهم كيما الثلج. دوك تشوفوا بعد ما نطلعوه رايحين نجيبوا هذاك الكاس تاع السكر والفلون، رايحين نبداو نحطوه بشوي. دوك تشوفوا يعني المراحل بالتفصيل. نبقاو نحطوا كيما نخدموا الميرينغ، نخدموا بالباتور، وكل شويه نزيدوا شوي سكر، نخليو تحت النص بشوي نتاع الفلان. ليه؟ لخاطر راح نديروه في صفار البيض هكذا. شوفوا البياض كيفاش جا هنا، يعني جا ميرينغ دنقو هنا، جا روعه. نروحوا بعد ما نطلعوا هذا البياض نحطوه على جنب وننتقلوا للصفار. هنا 4 صفار بيض. كما راكم تشوفوا حجم الصفار او حجم البيضه راهو كبير. اذا كان الحجم تاع البيضه صغير لازم انكم تزيدوا بيضه. رايحين الفلون اللي قعدنا اللوطانيه ذاك رايحين نحطوه مع البيض ونخدموها بالباتر مده زمنيه حتى يبيض لنا شويه. ومن بعد رايحين نزيدوا الحليب. هو الاول الحليب يكون سخون، مش سخون بزاف ومش دافي، يكون يعني سخون شويه. نبقاو نزيدو بشوي وحنا نخدمو بالباتر. شوفوا الرغاوي اللي يديرهم لنا، هذا هو السر تاع انه لازم نخليو الحليب شويه سخون. من بعد رايحين نبقاو نزيدو في الزيت بشوي حتى نخلصوا الكميه كامله مع الخلطه هكذا. هنا تبان لكم بلي هنا كي تشوفوا الفقاعات والخف هذه تعرفوا بلي الكيك تاعكم او المسكوتشو راح يجيكم خفيف وناجح. من بعد رايحين نزيدوا كمرحله اولى 2 كيسان نتاع فارينه. هو عموما الكميه تاع الفارينه هي 3 كيسان معمرين قد، والكاس الرابع ناقصين منه 2 صباع. نزيدو نحطو بعد ما حطينا 2 كيسان تاع فارينه نديرو 3 أكياس نتاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. نخدموهم بالباتور مليح هكذا. تقدروا تخدموا المسكوتو تاعكم في البيترا. انا يعني على جال التصوير نحب نخدم بالباتور. من بعد رايحين نزيدو الكاس الاول ونزيدو الكاس اللي قلت لكم عليه ناقص 2 صباع نتاع فارينه، ونخدموا بالباتور. ومن بعد انا هنا جاني الخليط شويه ثقيل، نحيت الباتور وبديت نخدم بيدي. اذا كنتي في البيترا تقدري تكملي المراحل كامل بالبيترا، ولكن به تخدمي بالباتور تخافي يتحرق لك الباتور لانه الخليط اللي هنا ثقيل كما راكم تشوفوا فيه. من بعد رايحين نبداو نزيدوا هذاك بياض البيض والسكر اللي طلعناه بشوي، نبداو نحطوه بشوي حتى نخلصوا الخليط كامل. وهذا هو السر نتاع نجاح الموسكوتشو والخفه نتاعو. نبقاو نتموا هكذا حتى نكملوا الكميه كامله وتكون الوصفه تاعنا جاهزه. دوك شوفوا لهنا تحسوا الخليط تاعكم بلي ولا خفيف. وقبيل كان يعني من قبل كان حكم روحو كان جامد، بصح كي ديروا البياض تولي القوام تاع المسكوتشو عادي. هنا نجيبوا ليمون، هذوما الليمون اللي راهم يديروا بهم في الاعراس هكذا. ندهنوهم بالزبده ونرشوهم بالفارينه. ومن بعد انا درت 2 لهنا، يعني الخليط هذا راح يكفيك 2 نتاع 2 مسكوتشو هكذا.
عندك هنا المول تاعي رقم 20. إذا درتي لو كاين بالأرقام لي مول، إذا درتي المول أكثر من يعني درتي 22 والّا درتي 24 رايحة الكمية لازم تضاعفيها، يعني تقدري ديري حتى 6 بيضات. بعد ما فرغت الخليط تاعي هكذا، نجيبو سكين ونحاولوا نعقبوا عليه كيما راكم تشوفوا باه ما تجيناش ما يجيناش المسكوتو تاعنا معوج، وهكذا شوفوا يجي مطرطق من فوق باش يطلع ويجي خفيف من الداخل. هنا بعد ما لحتو طاب في درجة حرارة متوسطة، ما شعلتش عليه من فوق طول، خليته طاب بعقله. شوفوا اللون اللي تحصلت عليه والخفة، وشوفوا المول يعني بدون ما لصق لي ما تعبني ما والو، حركته طاح لي كيما راكم تشوفوا. ها هو الثاني، شوفوا كيفاش جا. صراحة يعني هزة موسكوتشو في يدي ولكن خفيف لدرجة ما تصوروهاش. هذه الوصفة راهي ناجحة، هذه الوصفة عندي من زمان وانا نخدم بها، يعني اللي تحب ديرها كمشروع تتفضل تدي الوصفة وتتكل على ربي وتدير ومش راح تندم بربي ان شاء الله. اما لهنا التزيين فهو اختياري، يعني وش عندك، واذا كانت عندك طلبيه تقدري ديري على طلب الزبونه تاعك، يعني وش تحب ديري لها. اذا كان للبيت تقدري حتى تضربي شوي سكر وانتيا ماكلتها بكل بساطه. انا هنا على جال التصوير حبيت اني ندير لكم زوج انواع، يعني خفيف ظراف كيما راكم تشوفوا. لهنا جبت شيكولا درت لها شويه زيت ودرت لها شويه نتاع كاوكاو ودرتها يعني على شكل روشي هكذا، قلاسيتها. والتزيين كما راكم تشوفوا تزيين بسيط جدا. اما بالنسبه للثانيه فدرتها بالطريقه هذه، نص درت له الكونفيتير واللوزيفيلي، ونص خليته كونفيتير ودرت له شويه شوكولا تاع الطلاء وشويه نتاع فشوش الورد وخلاص. يعني طريقه سهله وطريقه راح تجيكم رائعه ومرضيه. اذا جاك ضيف على غفله تقدري ديريها في غضون نصف ساعه راح تكون واجده. يعني ما تجي يقعدوا ضياف ويقعدوا يشيخوا شويه، تكوني موجدتها وحاطتها لهم مع القهوه. هنا خلاص الوصفه تاعي البنات. عندكم هنا حبيت نوريكم كي نقصها. شوفوا تحسوها كي تعودوا تقصوا فيها تحسوها خفيفه خفيفه خفيفه، ومش من هذاك النوع الموسكوتشو اللي يتفتت، لا هذه تحسيها كي بونج من قوه الخفه تاعها. بورطو هنا مازالت شويه دافيه. شوفوا نتمنى فقط انكم تعتمدوا هذه الوصفه، واللي طبق الوصفه خلينا تعليق تقول لنا اسكو صلحت لها، اسكو عجبتها. على هذا نقول لكم الى اللقاء، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم سالمين.